فاكرين الفيديوهات تحدي الاندومي الكوري الحار؟ او مش محتاج اقول فاكرين، لان حرفيا لقيت الناس لغايه دلوقتي لسه بتعمل التحدي ده. الشيء ده في منتهى الغرابه، وفي الفيديو ده هنفهم اكتر ونعرف عن ازاي كميه المشاهدات دي تيجي من شويه مكرونه ناشفه. اول كيس اندومي كوري اتعمل كان من شركه اسمها سماينج فود في سبتمبر 1963. بيقول لك مؤسس الشركه جاب الفكره من الريمان الياباني، ده اكله مشهوره يعني في اليابان. الحلو في المنتج ده اللي هو الاندومي انه كان سعره رخيص جدا، الواحد كان ب10 روان. في الوقت ده الاطعمه النادره كانت اسعارها غاليه اكتر منه بكتير. بعد حرب كوريا كان في نقص جامد قوي في الاغذيه، فكوريا بقى شجعت ان الناس تستهلك الدقيق بدل ما تستهلك الرز. التشجيع ده بقى ساعد في انتشار الاندومي الكوري جدا. مش بس كده، ده بقى زي وجبه اساسيه مهمه لانه كان رخيص وسهل وسريع في التحضير. بعد كده بقى عملوا اطعمه كتير منها بقى الحار، وبقى الاندومي حرفيا بيتباع في اكتر من 100 دوله. الاندومي الكوري الحار مشهور بسبب الحرارة الشديدة اللي فيه، واللي بتخلي أي حد يجربه يمر بتجربة فريدة من نوعها. الناس بتحب تشوف ردود فعل قوية وصادمة، يعني مثلا لما يفتح الفيديو ويلاقي واحد بيعرق على آخره وقاعد ينزل دموع من كتر الحرارة اللي بتحصل، وقاعد يحرك إيديه بطريقة هستيرية واللي هو مش قادر، وقاعد يخبط دماغه في محاولة إن هو بيخفف الحرارة، فاهم؟ وتلاقيه حرفيا مش طايق نفسه. ده بيخلق نوع من المحتوى المثير والمسلي جدا للمشاهد. ليه؟ بص، بطبيعتنا ودي غريزه يعني حرفيا ساديه جدا، بس بطبيعتك تحب تشوف الشخص قدامك وهو بيعاني، تحب تشوف ان يكون في واحد في ازمه قدامك وانت مش فيها، فاهم؟ يعني مثلا لما تشوف واحد وقع في الطين، فاهم؟ فيديو مثلا واحد ماشي في المطر تلاقيه وقع في الطين، تضحك جدا. يا ابني ده انت لو وقعت مكانه ده انت هتعيط. لا بس انا ما حصليش كده. فانا يعني معاناه الناس اللي بتبقى قدامك بتضحك جدا طول ما انت ما وقعتش فيها، خصوصا عارف ايه؟ لو انت ممكن تقع فيها، ده بيضحك جدا بقى. الفيديوهات ديت عادة بتكون مش كبيرة قوي. ليه؟ لأن الحدث الرئيسي أصلا هو الكام ثانية اللي أنت نفسك تشوفه وهو بيموت فيهم. يعني إيه؟ أنت لو مثلا دخلت قبل كده على الخط الزمني في أي فيديو يوتيوب، هتلاقي إن القفزات اللي فيها المشاهد بيبقى مستمتع جدا أو بيركز قوي، هتلاقي في الحتت اللي الشخص ده بيموت فيها حرفيا هو مش قادر، هو بيموت. فمثلا مش هتلاقي أكيد فيديو 30 دقيقة، ده هتبقى حاجة صعبة قوي يعني، بس أكيد مش هتلاقي فيديو 30 دقيقة عن حاجة زي كده، فاهم؟ طبيعي زي ما احنا عارفين إن احنا بنحب المحتوى السريع، بالك بقى ان في حتت معينه انت حرفيا هتقول اوف ايه ده، كميه اثاره غريبه. وده مناسب جدا لمجتمع التيك توك والشورتز. ما انا لو قطعت بس الكام ثانيه اللي انت بتموت فيهم دولت هينتشروا جدا بسرعه، فاهم؟ انا مش محتاج مثلا، ما هقول لك على حاجه برضه، الفيديوهات العاديه التانية انت محتاج تقطع اقل حاجه دقيقه عشان الشخص يفهم هو ايه الفيديو ده. الفيديوهات دي بقى حرفيا انا لو قطعت 5 ثواني الفيديو هيتشهر وهيبقى عارف ايوه الفيديو ده عن ايه، فاهم؟ المحتوى اللي هو المباشر قوي واللي هو انت داخل انت عارف هتشوف ايه، بيبقى من السهل جدا انه ينتشر في المنصات اللي هي اصلا فيها الفيديوهات من 5 ثواني لنص دقيقه، فاهم؟ اصل انت عارف الفيديو هيبقى فيه ايه. زي ما قلنا قبل كده، اي شخص بيشوف الفيديو فورا يفهم الفكره بدون شرح. يعني عارف مثلا في فيديوهات كده اللي هو صعب ان اي حد يفهمها، فاهم؟ عايزه واحد ذكي شويه. في فيديوهات غبيه جدا انت مش طايقها، لا دي فيديوهات عادي اللي هو يعني اي حد ممكن يشوف الفيديو ده، فاهم؟ ويبقى فاهم ويبقى مستمتع. وخدها قاعده، اي فكره بسيطه جدا وواضحه بيبقى من السهل قوي ان هي تنتشر على اليوتيوب. ودي نقطة حرفيا مش عايزة كلام. يعني انت ممكن تخش دلوقتي حالا تعمل كيس اندومي حرفيا في 10 دقايق وعادي تبدأ تعمل فيديو، فاهم؟ يعني الطبيعي والعادي ان فيديو اليوتيوب حرفيا بياخد تحضير وسيرشنج ومونتاج وتصوير ودنيا، انما فيديو زي ده بجد انت ممكن في قاعدة تعمله، يعني في قاعد مع واحد صاحبك كده بطلنا نعمل فيديو تحدي الاندومي الحار، فاهم؟ سهل جدا ان انت تعمله، فبمنتهى السهولة تقوم داخل عامل فتشارك مع الناس وبس. يعني ما فيش اسهل من كده. دي بقى مش محتاجة شرح، طبيعة الإنسان بيحب يشوف تحديات غريبة وناس بتعمل حاجات فيها مخاطرة عالية جدا. فيعني النقطة ديت مشتركة في حاجات كتير قوي، يعني فاهم؟ ملهاش علاقة قوي بالاندومي الحار. هي أي حاجة فيها مخاطرة، أي حاجة غير مألوفة أو اللي هو إزاي إيه ده أو إيه الحاجة الغريبة دي، هتلاقيها بالطبيعي بتتشهر، فاهم؟ في اخر الفيديو عايز اسالك، بجد كنت بتحب الفيديوهات ديت؟ بس انا بصراحه ما كنتش بحبها، يعني اكون بصراحه، يعني حرفيا عمري ما حبيت الفيديوهات ديت. يعني في فترات عمري كلها انا ما حبيتش الفيديوهات دي قبل كده، فاهم؟ حسيت اللي هو يا اما بيبقى فيه مبالغه جامده قوي، يا اما اللي ما بيبالغش برضه انا مش مبسوط، يعني مش حابب الفكره كده. يبقى الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبك. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، ويلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.